بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم أحمد علي أبو علفة، القائم بشرح برنامج FIT Soft وعرضه على اليوتيوب. وسوف نبدأ وقد انتهينا من الأصناف والتوريدات والمبيعات والمرتجعات، وسوف نبدأ في المصروفات. وبداية سوف نبدأ بتسجيل البنود. زي ما حضراتكم شايفين مشروبات، مياه، كهرباء. نبدأ مثلا نقول إكراميات وبدل ابتكار. وزي ما حضراتكم شايفين ده أكنه هو صندوق المصروفات النسرية. تمام. هنبدأ نخش على تسجيل مصروفات. نبدأ مثلا إكراميات للعمال، المبلغ وليكن مثلا 80 جنيه، لأن دي صندوق مصروفات نسرية، فمش هعمل لها فرع، فمش هفتح لها حساب عندي واكتب إكراميات للعمال وكده، لأنها بتيجي حاجات صدفة. مثلا أساس مثلا عايز نحطه من مكان نوديه المكان، فجبنا العمال وكده. نعمل حفظ، نعمل مثلا بدل انتقال نقل سفر العمال للقاهرة أو لمخازن القاهرة، المبلغ وليكن مثلا 130 جنيه. ونعمل حفظ. بند المصروف برضو ممكن نقول كهرباء، مصابيح، إنارة، المبلغ مثلا 320 جنيه. دي كلها مصروفات نسرية، مش هتضطر تفتح لها نخش مثلا على المشروبات. مشروبات غازية مثلا مبلغ 120 جنيه. برضو هنخش على المياه، دفع فاتورة مياه ب60 جنيه. تمام. وكده نكون سجلنا، ويبقى إجمالي المصروفات كلها بتظهر عندك 710. عايز تبني ملاحظاتك ابدي ملاحظاتك، مش عايز تبدي براحتك. برضو قدامك الاختيار برضو في زرار زر الحذف. ممكن تحذف دفع فاتورة المياه، ممكن تحذف مصابيح إنارة، برضو يعني كل حاجة انت برضو ليك سلطة التحكم كيفما تشاء، وكيفما المحاسبين اللي شغالين مع حضرتك هم اللي بيتحكموا في الحاجات دي وتحت تصرفاتك. هنعمل عرض المصروفات، البند هنعمل كل البنود من وإلى عرض زي ما حضرتك شايفين. هنعمل طباعة، تقرير بالمصروفات بدأ يظهر اهيت زي ما حضراتكم شايفين، والتقارير بتبدأ تزيد مع الشغل والاستثمار والاستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من حضراتكم إن شاء الله قريبا هنرفع لينك التجريبي للبرنامج، ومع فهم الشرح سوف تستمتعون بذلك البرنامج، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن عملائنا الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.